عمرك سألت نفسك ليه أم علي اسمها كده؟ أم علي حاجة حلوة جميلة بس ليه اسمها أم علي يعني؟ ببساطة يا سيدي قصتنا بترجع لعصر المماليك وتحديدا في عصر شجرة الدر، شجرة الدر كانت زوجة نجم الدين اللي استشهد في حملة الصليبيين على إيد لويس التاسع، شجرة الدر خافت خبر موت الملك يتسبب في ضعف البلاد خصوصا وهي في حالة حرب، فتولت هي الحكم من تحت لتحت وطلعت إصدارات باسم الملك زي توجيه الجيوش وغيرها. سامعك بتسأل طب إيه علاقة ده بأم علي يعني؟ جاي لك أهو. بعد ما انتصرت الدولة واتأثر لويس التاسع بعد معركة المنصورة اتعرف خبر موت الملك ورفض ناس كتير ان شجرة الدر هي اللي تحكم، فاتجوزت عز الدين ايبك وكانت خطتها انه يكون مجرد صورة عشان هي اللي تعرف تكمل حكم البلاد، واشترطت عليه شروط زي مثلا انه يتخلى عن زوجته الاولى او يسيبها تتخذ قرارات في الدولة. في البداية وافق ايبك على شروطها وتخلى فعلا عن زوجته الاولى وابنه المنصور علي، ولكن بعد كده ايبك لما تمكن من حكم البلاد منع شجرة الدر من التدخل في الحكم، فتعصبت شجرة الدر وبعتت في يوم من الايام 5 من حراسها على ايبك وقتلوه، واعلنت للدولة ان الملك مات ولكن محدش صدقها فحبسوها. وهنا زوجة ايبك السابقة ام المنصور علي اللي كانت عاوزة تنتقم من شجرة الدر علشان اللي عملته في ايبك، فبعتت غلمانها عليها وقتلوها ورموها من فوق سور القلعة. واحتفالا بموت شجرة الدر قررت ام المنصور علي انها توزع حلويات على اهل المدينة كلها، وهنا عملت حاجة من رقائق الدقيق والسكر عليها لبن وسمنة ومكسرات، فسماها الشعب ام علي نسبة ليها ام المنصور علي وبس كده. ولحد النهارده بعد اكتر من 700 سنة لسه محتفظين بيها وباسمها. وبس كده يا سيدي، عشان محتوى ممتع ومفيد اشترك في القناة واشوفكم في فيديو جديد. تعرف لما شجرة الدر اتعصبت على ايبك قالت له ايه؟ قالت له: ايبك قاسي قوي.